انت هنت على نفسك، انت ما عندكش ناس تطلع تقول يا اخوانا الكلام الفارغ ده ليه بقى ده؟ انت ضعيف اقتصاديا، احنا لحد النهارده بنمد ايدينا، احنا لحد النهارده بنشحت، احنا لحد النهارده بنقترض من بره، احنا لحد النهارده عندنا امكانيات تجعل مصر دوله اولى في المنطقه العربيه اولى. طب هي دي الاشكاليه اللي عندنا، ان احنا ما بنستغلش الموارد بتاعتنا. واللي قاله الدكتور سمير رضوان كلام محترم، بس لمين بقى؟ هو ده الكلام. انا النهارده عندي مجموعه كانوا موجودين اللي جم تولوا، هنقول اعتبارا من يوم الاثنين 4 يناير 82، اول وزاره في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك برئاسه فؤاد محي الدين. جميع الاقتصاديين كانوا همهم الاول بل الاوحد التوجه الى القبله اللي هو الرئيس حسني مبارك. الباشا قال ايه؟ احنا خدامينه معانا. هي دي الاشكاليه اللي موجوده. لما طلع واحد كان بيقول يا اخوانا لا مفروض كان كذا، كان وزير الماليه الاستاذ احمد الدكتور احمد ابو اسماعيل، قعد في الوزاره 60 يوم ومشوه، ما قدروش عليه. يعني لا بيقول لا الكلام ده غلط، ده المفروض ما ياخدش وده يعمل، مشوه. قال له